سنحدثكم على نزال الملاكمة العمالقة، والذي سيجمع بين عودة البريطاني العملاق تايسون فيوري في مواجهة دموية أمام الملاكم الروسي أسلان مخمدوف. كما سنعرض لكم أهم المهارات القتالية لهذين المقاتلين. يستعد للمرة الخامسة في مسيرته للعودة من اعتزال تايسون فيوري في نهاية هذا الأسبوع، وسيفعل ذلك أمام المقاتل أسلان بيك مخمدوف. وسيواجه فيوري بطل العالم السابق الوزن الثقيل مرتين مخمدوف في أول نزال بريطاني عندما خسر بالنقاط أمام أولكسندر أوزيك في 2024 للمرة الثانية. ولا يزال فيوري البالغ من العمر 37 عاما متلهفا لخوض نزال ثلاثي مع أوزيك حامل الأحزمة الموحدة بعد أن الحق الأوكراني بملك الغجر أولى خسائره في مسيرته الاحترافية. سواء كانت هذه المواجهة تنتظر فيوري في المستقبل أم لا، فيستعين عليه أولا التغلب على الروسي مخمدوف. والآن سنعرض لكم أهم المهارات القتالية لهذين الملاكمين على حدة. يعد تايسون فيوري أحد أكثر الملاكمين اكتمالا من حيث المهارات في الوزن الثقيل، ويمتلك أسلوبا فريدا يجمع بين القوة والذكاء والحركة غير المتوقعة. وهذه أبرز مهاراته: الحركة الخفيفة. رغم طوله ووزنه الكبير، يتميز فيوري بخفة حركة مذهلة، حيث يتحرك بسهولة وبرشاقة داخل الحلبة ويصعب على خصومه إصابته. الذكاء القتالي. فيوري يقرأ خصومه بسرعة ويغير خطته أثناء النزال، وظهر بوضوح في مواجهته مع ديونتاي وايلدر، حيث عدل أسلوبه القتالي بين نزال وآخر. الدفاع والمراوغة. يمتلك مهارات دفاعية عالية مثل تفادي الضربات بحركات الرأس، استخدام الكتف لصد اللكمات، التراجع الذكي، تغيير الوقفة. يستطيع القتال باليد اليمنى أو اليسرى مما يربك خصومه ويصعب التنبؤ بتحركاته. التحمل والقوة الذهنية. فيوري يتمتع بقدرة كبيرة على التحمل، وقد نهض من ضربات قاضية قوية خاصة في نزالاته ضد وايلدر وفرانسيس نغانو، وهذا يدل على صلابته الذهنية. استغلال الطول والوصول. بطوله الكبير حوالي 2 متر، يستخدم الجاب بشكل ممتاز لإبقاء الخصم بعيدا والسيطرة على النزال. المرونة التكتيكية. يمكنه القتال بأسلوب دفاعي أو هجومي حسب الخصم، مما يجعله غير متوقع. يعد أسلان بيك مخمدوف من أخطر الملاكمين في الوزن الثقيل، خصوصا من حيث القوة البدنية والضربات القاضية. وأبرز مهاراته: القوة الضاربة. مخمدوف يمتلك قوة هائلة في يديه، ومعظم انتصاراته جاءت بالضربة القاضية خاصة في الجولة الأولى. الضغط الهجومي. يعتمد أسلوبه على التقدم المستمر نحو الخصم وفرض إيقاع قتالي قوي، مما يجبر المنافس على التراجع والدفاع. الحجم والبنية الجسدية. بطول يقارب 196 متر. دفاعاته. يمكن أن يصبح من نخبة الوزن الثقيل في عالم الملاكمة. وأما توقيت النزال بين هذين الملاكمين فسيكون إن شاء الله يوم السبت القادم. فالنزال سيكون ضمن البطاقة الرئيسية بتوقيت المغرب الجزائر تونس، سيكون في تمام الساعة 9 ليلا. توقيت السعودية سيكون في 11 مساء. بتوقيت مصر سيكون في تمام 10 ليلا.
ومكان هذا النزال سيكون إن شاء الله توتنهام هوتسبير بلندن عاصمة بريطانيا. في نظركم لما ستكون الغلبة في هذا النزال الصعب؟ وبهذا وصلنا لنهاية المقطع، أتمنى أن ينال إعجابكم وإلى اللقاء.